السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل القراقيش الساده والقراقيش بالعجوه. طبعا هيكون احلى فطار للعيد، كل سنه وانتم طيبين. هنعملها بمقادير سهله قوي وبطريقه سهله، اي حد حتى لو مش بيعرف يعمل اي معجنات هيعرف يعملها وهتكون سهله قوي. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملناها ازاي. اول حاجه انا هعمل كيلو دقيق. كيلو الدقيق دوت بسيح له دلوقتي نص كيلو زبده. لو عندك سمنه سايحه حطي عليه 450 جرام سمنه سايحه. دي نص كيلو زبده حطيته على النار يسيح هيطلع معايا 450 جرام. ودلوقتي بعمل السكر بالخميره. حطيت 3 معالق كبار سكر وحطيت عليهم كيس خميره فوريه، وممكن خميره كبيره تحطي منها معلقه كبيره. قلبتهم كويس مع ربع كوبايه لبن وركنتهم كده على جنب قبل ما السمنه تسيح. حطيت دلوقتي ربع معلقه صغيره ملح على الدقيق. قلبته كده كويس وهنزل عليه بالسمنه بعد ما تكون غليت جدا معايا. بجرب فيها شويه كده على الدقيق، لو لقيتها بتفور معايا اكمل. يعني لازم تغلي كده معايا، تحس ان هي مطلعه بخار كده بس تكون لسه ما احمرتش. قبل ما تحمري تحطيها على طول على الدقيق. وكمان دلوقتي حطيت 3 4 معالق سمسم كده، حمرتهم برضو في معلقه سمنه. تحميصه كده خفيفه عشان تدي بس ريحه حلوه وقرمشه كده في قلب العجين بتاعي. قلبته كده كويس. لازم اقلب طبعا بالمعلقه لحد ما تبرد، لان السمنه طبعا بتغلي فالعجينه بتكون سخنه جدا معايا. لكن لازم اقلب فيها كده حوالي 10 دقايق، لان دي اللي بتدي نعومه حلوه للعجينه. ولو عايزه ازود شويه زيت عشان خاطر لو انت بتحبيها مقرمشه، زودي نص كوبايه صغيره زيت، بس قللي نص كوبايه من السمنه. يعني خلي حلو كده على عجينه القراقيش 450 جرام بس من السمنه عشان خاطر ما تتكسرش معاكي، تكون مقرمشه وما تتكسرش معاكي. طبعا غير الكحك خالص، احنا الكحك بنحط عليه 550 او 600 زي ما انت عايزه، بيكون اكتر من النص كيلو وهي سمنه سايحه. لكن القراقيش نص كيلو زبده او 450 جرام سمنه سايحه. طبعا الزبده بتسيحيها لحد ما تغلي خالص معاكي. وطبعا لو عايزه تعمليها على البارد برضو براحتك، لكن القدحه دي بتديها ريحه حلوه كده وتديها تحميصه حلوه للعجينه. دلوقتي نزلت باللبن بقى، حطيت كوبايه لبن كبيره. انا عارفه طبعا ان هي تاخد معايا اكتر من الكوبايه، فحطيت الكوبايه كلها الاول، وبعدين انزل بقى بربع كوبايه كمان. ولو لقيتها محتاجه ازود لها كمان ربع كوبايه، يعني هتاخد معايا كوبايه ونص غير الربع كوبايه اللي انا حطاها على الخميره والسكر. الكيلو الدقيق بتاعي خد معايا كوبايتين الا ربع، لان انا عايزاها طريه كده وتكون حلوه. طبعا لو هو كحك لا بحط اقل من كده عشان احنا عايزين الكحك يكون دايب. لكن القراقيش ما ينفعش تكون محشيه ودايبه، هتتكسر معاكي ومش هتكون حلوه. باختبارها كده لقيتها لسه ناشفه سنه معايا او مشققه بسيط، زودت لها كمان ربع كوبايه لبن. خدت معايا كده كوبايتين الا ربع والعجينه كانت حلوه قوي معايا. حسب الدقيق بتاعك بقى، ممكن ياخد اكتر من كده وممكن ياخد اقل من كده، بس تخلي العجينه طريه كده وحلوه معاكي عشان خاطر ما تكسرش منك وانت بتعمليها، عشان واحنا بنقطعها ما تفرولش كده منك ولا حاجه، تكون العجينه بتاعتها طريه. اقلب فيها كويس طبعا، ما عجنش خالص، تقليب على طول كده. خلاص العجينه بقت حلوه معايا مش مشققه ولا حاجه. تختبريها كده، لو لقيتيها فيها اي تشققات يكون لسه محتاجه سوائل. ممكن تحطي ميه، مش شرط لبن، يعني ممكن تعجنيها بميه خالص او بميه على لبن. كده العجينه حلوه قوي معايا، قلبتها كويس. دلوقتي بقطعها. طبعا عندي العجوه بتاعتي، انا عامله عجوه عاديه البلح العادي دوت، فرمته بحبه سمنه حوالي ربع كيلو بس عشان خاطر انا هعمل حبه محشيين وحبه ساده. باخد بقى قطعه بقطعه كده. العجوه طبعا عاملاها بسمنه عشان تكون طريه كده وحلوه معاكي، وفي نفس الوقت ما تنشفش معاكي في الفرن. لو انت عاملاها من غير سمنه ممكن تنشف في الفرن، لكن كده بتفضل طريه كده وحلوه. حطيت العجوه واقفل عليها كويس. اي طريقه بقى انت عايزه تلفيها كده زي كعب الغزال ماشي، عايزه تعمليها كده شرايح طويله براحتك بقى، او بالسكينه او بالقطاعه زي ما انت عايزه. بس كده الحجم ده حلو قوي معايا. الصينيه طبعا مش مدهونه اي حاجه، لان طبعا المعجنات دي مش بتلزق معايا. اعمل واحده كمان بنفس الطريقه، واشيل الحروف دي خالص، ممكن اعملها بعد كده وارص في الصينيه كده، واعمل حسابي اني اسيب مسافات برضو بسيطه مش كبيره قوي، بس اسيب مسافه عشان خاطر لسه هتخمر معايا. لسه العجينه كده هتخمر معايا. هسيبها حوالي نص ساعه في الصينيه، لان طبعا خميره فوريه. لو انت عاملاها بخميره بيره هتسيبيها حوالي ساعه بعد ما تعمليها، لكن دي مش هتاخد اقل، هتاخد اقل من النص ساعه كمان لان الخميره فوريه. ممكن تلفيها كده صوابع برضو بتكون شكلها حلو. حطيت فيها، فردت فيها العجوه كلها كده عشان خاطر كلها تكون ملفوفه كده بالعجوه زي كعب الغزال بس على رفيع كده، صوابع رفيع. لفيتها كويس، ارقاها كده كويس معايا، تحس ان العجينه كلها كده دايبه في العجوه كلها. وقطعتها صوابع كده بتكون مقفوله برضو حلوه. لو بالملبن برضو بتكون حلوه، مش بينزل منك ولا حاجه. طبعا عايزه تحطي ملبن بقى او عجوه او تعمليها ساده براحتك.
انا عملت دي شويه ساده وشويه بالعجوه لاني كنت عامله الكحك طبعا معظمه بالملبن. فالساده بتاعت القراقيش بتكون برضو حلوه قوي مع كوبايه شاي بلبن كده، بتكون جميله جدا، والعجوه كمان بتكون جميله جدا. اي حشوه بقى بتحبيها حطيها. بفرد العجينه رقيقه وفي قلبها العجوه برضو طبقه كده رقيقه، والفها رول رفيع واقطع صوابع كده، بتكون دايبه كده في العجوه وبتكون طعمها حلو جدا. الشكل بقى اللي تحبيه اعمليه كده. انا خلصت خلاص اللي بالعجوه، وهعمل شويه ساده. فردتها برضو ولفيتها كذا لفه كده عشان خاطر تديني في قلبها كده تكون فيها فراغات، ما تكونش كده قطعه واحده مكتومه. لفيتها كاني هحشيها بالظبط، لفيتها كذا مره على بعضيها كده، وبعد كده قطعتها بالسكين كده. خلاص خلصت الكميه بتاعتي بقى الساده والمحشيه. كيلو دي اعمل معايا كميه كبيره، عمل معايا الصينيه الكبيره و3 صواني كمان صغيرين. سيبتهم حوالي نص ساعه، وفي الوقت ده كنت مولعه الفرن على 180. ودلوقتي بقى هحط على وشهم كده سمسم، برضو بتكون حلوه قوي. احنا حاطين برضو في العجينه، لو مش عايز تحطي على الوش خلاص. معايا بضايه وعليها حوالي نص كوبايه لبن حليب، بحط كده القراقيش فيها، وبعد كده احطه في السمسم على طول. ودي القراقيش الساده طلعت معايا، ما كنتش دي عامله عليها سمسم. لونها حلو جدا، تسويتها مظبوطه، خدت معايا حوالي 10 دقايق في الفرن، حوالي 7-8 دقايق كده. نحطها في الرف اللي في النص. اول ما الظهر بتاعها لون شغلت لها الشوايه دقيقه واحده، خرجت معايا باللون ده. لازم طبعا تلفي الصواني على طول، تلفيها كذا مره وهي في الفرن عشان خاطر تديكي كلها لون واحد. سويت كده القراقيش اللي بالعجوه، طلعت معايا لونها حلو قوي، الوش بتاعها زي الظهر بالظبط. اسهل صنف في المعجنات كلها القراقيش، لانك بتعمليها بسرعه وانتي واقفه على الرخام وتقطعيها، مش بتاخد منك اي وقت، مش بتقعدي بقى تلفي فيها زي الكحك ولا حاجه. سهله جدا، مش بتاخد وقت، وكمان مقاديرها بسيطه قوي، واي حد ممكن يعملها. لاول مره تعمليها تطلع معاكي حلوه جدا. وبكيلو دقيق واحد هتطلعي 3 كيلو من القراقيش. لو معاكي 5 كيلو هتعمليهم في ثواني كده وانتي واقفه على الرخامه، مش هياخدوا منك اي وقت. جميله قوي، دايبه خالص وطريه، العجوه في قلبها كده طريه وحلوه، لان طبعا عاملينها بالسمنه. حلوه جدا وطريه خالص، طعمها جميل جدا، طريقتها سهله. وكمان الساده بتاعتها مفرغه كده من قلبيها، معموله رقات كده لانها لفينها كذا لفه كده، شكلها حلو قوي، وطعمها كمان مقرمش كده وجميل. مع كوبايه شاي بلبن او ساده كمان لوحديها كده هتكون طعمها حلو قوي. اعملي بالشكل اللي انت عايزاه، عايزه تعملي كعب الغزال او القراقيش العاديه ديت، او من المنين كده الساده او بالعجوه، زي ما انت عايزه بقى. الطريقه بتاعتها سهله وبسيطه، وما خدتش معاكي وقت، وكمان ما كلفتناش كتير. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.